بالنسبة للنصوص التي ذكرتها إنما هي في ولي الأمر الذي يطبق شرع الله، أي النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيق شرع الله. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم أي صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم. نعم. فهم الخارجون على النظام وهم الخارجون على الناس، فهم الخوارج وليس الشعب الخارج المظلوم المضطهد هو الخارج. أما من كان مطبقا لشرع الله وكان عاملا بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه مختلف تماما. نعم، هو ما ذكرته أنت في الآيات والأحاديث. الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي. وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم خميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. والذين قاموا عليه فيهم من يدعو إلى التثليث كما هو واضح، ومنهم من يقول لا حلال وحرام بعد اليوم، ومنهم من يقول لا حجاب بعد اليوم، ومنهم مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي اصلا، المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين اما مسلمين او مسيحيين، صحيح، وما فيش خلاف بين العقيده الاسلاميه والعقيده المسيحيه، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف اليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا الجماعه بتوع الغرب كاينetics، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي. لا يمكن ان يكون عقائديا. دكتور، النهارده لما الاسلاميين يصلوا، احنا بس قبل ما تصير الحديث احنا هيبقى لنا دستور واحد لمصر بيحكم الكل. صحيح. وهذا الدستور سيشارك فيه كل المصريين ليضعوه وسيقبلوه.